لغة جو في ناس بتشوفها إنها بسيطة سريعة وفعالة، وده حقيقي. بس في ناس تانية بتشوف إن تحت البساطة دي في جانب تاني ممكن يخليها خطيرة جدا. طيب إزاي؟ في الشرح ده هنشوف مع بعض القصة الكاملة لجو، القوة والضعف والمستقبل اللي مستنيها. عشان نفهم جو جت منين لازم نرجع بالزمن لجوجل. القصة كلها بدأت من لحظة إحباط حقيقية. تخيلوا كده مهندسين كبار زي راب بايك وكينتوب تومسون قاعدين مستنيين 45 دقيقة كاملة عشان بس يعملوا كومبايل لبرنامج سي بلس بلس كبير. 45 دقيقة. الإحساس بالملل والبطء ده هو اللي خلاهم يقولوا لا كفاية كده، لازم نعمل لغة جديدة. ومن هنا اتولدت فلسفة جو الأساسية، وعد بالبساطة. طيب، إيه هو وعد البساطة ده؟ شوفوا المقارنة دي. جو جات عشان تحل مشكلة التعقيد والبطء في اللغات زي سي بلس بلس. بدل ما يكون في متاهة من المفاهيم والفيتشرز، لغة جو كلها على بعضها فيها 25 كلمة مفتاحية بس. متخيلين؟ النتيجة كانت واضحة جدا. الكود بقى بيتعمل له كومبايل في ثواني، والمطورين إنتاجيتهم زادت. الهدف كان بسيط: نرجع لروح لغة سي السهلة، بس نضيف عليها أمان وسرعة العصر الحديث. أول سلاح سري في جو هو حاجة اسمها الجو روتينز. دي مش زي الثريدز العادية اللي بنعرفها اللي هي تقيلة وبتاكل من موارد الجهاز. لا، الجو روتين ده عامل زي النملة شغالة، خفيف جدا وسريع، لدرجة إن جهاز كمبيوتر واحد ممكن يشغل ملايين منهم في نفس الوقت، في حين إنه بالعافية يشغل كام ألف ثريد عادي. وده طبعا بيخلي جو اختيار عبقري لأي نظام محتاج يتعامل مع آلاف الطلبات في نفس اللحظة. طيب لو عندنا ملايين النمل دول شغالين مع بعض، هيتكلموا مع بعض ازاي من غير ما الدنيا تبوظ؟ هنا بيجي دور السلاح السري التاني، الشانلز أو القنوات. الفلسفة في جو بتقول ما تشاركش الذاكرة عشان تتواصل، لا، اتواصل عشان تشارك الذاكرة. يعني بدل ما كل جو روتين يروح يعدل في الذاكرة بنفسه ويعملوا خناقات، هم بيبعتوا لبعض رسائل عن طريق القنوات دي. الموضوع بيبقى منظم وآمن جدا، زي نظام بريد داخلي كده بالظبط. كلام نظري جميل جدا، بس هل ده شغال فعلا على أرض الواقع؟ الإجابة هي وبقوة. جو النهاردة بتشغل أجزاء أساسية من عمالقة التكنولوجيا. نبتدي بأوبر مثلا. البنية التحتية اللي بتشغل أوبر دي وحش ضخم ومعقد، جزء كبير جدا منه قائم على جو. بنتكلم عن أكتر من 2100 مايكرو سيرفيس، 2100 مكتوبين بجو، وكلهم شغالين مع بعض عشان ينسقوا آلاف الرحلات اللي بتحصل كل ثانية. والنتيجة كانت مبهرة حرفياً. لما أوبر خدت خدمة واحدة بس من خدماتها المهمة اللي هي الجيوفنس المسؤولة عن تحديد أماكن العربيات وإعادة كتابتها بجو، استهلاك المعالج قلل النص 50%. الرقم ده معناه توفير ملايين في تكاليف السيرفرات وأداء أسرع بكتير. ومش بس أوبر، دروب بوكس كمان عملت نفس الخطوة. كان عندهم أنظمة باك إند مهمة جدا مكتوبة ببايثون، نقلوها لجو. ليه؟ عشان الكفاءة العالية وقدرتها على التعامل مع عمليات متزامنة كتير. والنتيجة كانت هي أداء أحسن وتكاليف بنية تحتية أقل. وحتى في قطاع حساس جدا زي التكنولوجيا المالية اللي الغلطة فيه بتكلف ملايين، بنلاقي جو موجودة وبقوة. شركات عملاقة زي باي بال وأمريكان إكسبريس بتستخدمها عشان تشغل شبكات الدفع بتاعتها. الأنظمة دي محتاجة سرعة استجابة بالملي ثانية وموثوقية عالية جدا، وجو بتقدم ده. لحد هنا القصة شكلها وردي جدا، صح؟ لغة بسيطة سريعة وعمالقة التكنولوجيا بيستخدموها. لكن هنا القصة بتاخد منحنى مختلف. في فخ، باب خلفي خطير في قلب لغة جو. الباب الخلفي ده اسمه حزمة Unsafe، والاسم على مسمى، هي فعلا غير آمنة. دي تعتبر زي مخرج طوارئ للمطورين، بتديهم القوة إنهم يتجاوزوا كل ضمانات الأمان اللي اللغة نفسها بتقدمها. يعني فجأة المطور يقدر يتعامل مع الذاكرة بشكل مباشر، بالظبط زي ما كان بيحصل في لغات زي سي بكل ما فيها من مخاطر. طيب ممكن حد يقول طالما هي unsafe يبقى أكيد المطورين مش بيستخدموها كتير، وهنا الصدمة. بص على الأرقام دي. دراسة حديثة لقت إن 91% من أكبر مشاريع جو بتستخدم الكود ده بطريقة أو بأخرى. والمصيبة الأكبر إن معظم الاستخدام ده مش مباشر، ده جاي من مكتبة خارجية المشروع بيستخدمها، يعني كأنه في قنبلة موقوتة مزروعة في أساس المشروع وهو مش واخد باله. طب إيه هي المخاطر دي بالظبط؟ استخدام أنسيف بيفتح الباب على 3 كوابيس برمجية أساسية. أولاً، ممكن يعمل شرايح ذاكرة تتسبب في كراش مفاجئ للبرنامج. ثانياً، ممكن يخلي فيه مؤشرات معلقة بتشاور على فراغ في الذاكرة. وثالثاً، ودي الأخطر، ممكن يعمل سباق مع الجاربج كوليكتور بتاع اللغة نفسها. عشان نفهم الموضوع أكتر خلينا نمسك آخر مشكلة دي ونشرحها خطوة بخطوة. تخيلوا السيناريو ده، المطور بيستخدم أنسيف عشان يعمل تحويل لنوع بيانات.
العملية دي بتخلق زي إشارة ضعيفة للبيانات الأصلية في الذاكرة. في أي لحظة ممكن الجاربج كوليكتور يشتغل. النظام ده لما يبص مش هيشوف الإشارة الضعيفة دي، فيفتكر إن البيانات الأصلية محدش محتاجها، فيروح مسحها. بعدها بثواني البرنامج يرجع يحاول يستخدم البيانات دي، فيلاقيها اتمسحت، والنتيجة كراش أو أسوأ، تلف في البيانات. الكارثة إن المشكلة دي بتحصل بشكل عشوائي تماما وصعب جدا اكتشافها. طيب، هل ده معناه إن جو لغة سيئة؟ لا طبعا. مجتمع جو وفريق التطوير الأساسي مدركين للتحديات دي وشغالين عليها باستمرار. المنظومة بتتطور. على صعيد الأداء مثلا، كل إصدار جديد بيجي بتحسينات مذهلة. في الإصدارات الأخيرة شفنا حاجات زي السويس تيبلز اللي خلت المابس أسرع بحوالي 60%، والجاربج كوليكتور نفسه اتعملوا إعادة تصميم في نسخة اسمها جرين تي، قللت الحمل بتاعه على النظام بنسبة توصل ل 40%. دي أرقام ضخمة جدا. وبالنسبة للأمان فالفريق شغال بشكل استباقي جدا. يعني تخيلوا إن تحديث أمني واحد في أكتوبر 2025 قفل 10 ثغرات أمنية مرة واحدة. وكمان لما شركة أمنية كبيرة زي تريل اوف بيتس عملت مراجعة كاملة للكود، تقريبا ما لقتش غير مشكلة واحدة بسيطة جدا. ده غير إنهم بيضيفوا حماية مدمجة في اللغة نفسها، زي خاصية بتمنع هجمات الباث ترافيرس تلقائيا. كل ده كويس، لكن الأهم هو المستقبل. وإيه هو مستقبل التكنولوجيا دلوقتي؟ الذكاء الاصطناعي. وهنا جو بتلعب دور جديد ومهم جدا. في مفهوم جديد بدأ يظهر بقوة اسمه موديل كونتكست بروتوكول أو MCP. ببساطة شديدة ده عبارة عن طريقة موحدة تخلي نماذج الذكاء الاصطناعي تقدر تتكلم مع الأدوات والAPIs والعالم الخارجي. ومين اللغة اللي بتستخدم لبناء البنية التحتية دي؟ بالظبط، لغة جو. والحركة في الاتجاه ده سريعة جدا. في أواخر 2025 شفنا أحداث متتالية. فريق جو أعلن رسمياً إن تركيزه الاستراتيجي بقى على منظومة الذكاء الاصطناعي دي. بعدها على طول شركة أنثروبيك اتبرعت بالبروتوكول لمؤسسة لينكس عشان يبقى مفتوح ومحايد. وبعدها عمالقة الصناعة جوجل، مايكروسوفت، أمازون وأوبن AI اتجمعوا وأسسوا مؤسسة مخصوصة لدعم الموضوع ده. كل ده بيدور حوالين بنية تحتية مبنية بجو. يعني باختصار هوية جو بتتغير، ما بقتش بس اللغة البسيطة والسريعة اللي بنبني بيها خدمات الباك اند، لا هي بتتحول دلوقتي عشان تكون الصمغ عالي الأداء اللي بيربط كل حاجة في عالم الذكاء الاصطناعي ببعضها. هي اللي بتبني ال APIs ومحركات الاستدلال اللي بتخلي نماذج الذكاء الاصطناعي تتكلم مع العالم الحقيقي. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم جدا في النهاية: هل جو فعلا هي اللغة اللي هتبني البنية التحتية لعصر الذكاء الاصطناعي؟ سؤال كبير، والأيام الجاية هي اللي هتجاوب عليه.